الله يبارك فيكي. انا خليني ابتدي من اخر حاجه انت سالتيها. هي اكتر حاجه شدتني في الموضوع بيتكلم في قضيه انا شايفها مهمه جدا، هي قضيه المخدرات. فانا دايما بشوف الحته دي حته حتى لو اتكلمنا فيها قبل كده لازم كل شويه نتكلم فيها، لانها من القضايا اللي حقيقي مؤثره جدا 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 في مجتمعنا. انا بلعب شخصيه لولد اسمه علي. ده ولد من وهو صغير وهو ملتزم جدا، ما بيفوتش فرض، ناجح دايما الاول على الجمهوريه في دراسته، مثال للاخلاق، كل الناس شايفه ان هو هيبقى ناجح وشاطر حتى بالرغم من ان هو ظروفه مش مساعداه يعني. بيخش الجامعه، وفي الجامعه بيتعرف على عالم مختلف تماما، وبيتعرف على بنت بيحبها، وهي بنت من طبقه اجتماعيه مختلفه تماما عنه، وحياه مختلفه تماما عنه، وبتشده للحياه بتاعتها، وبتحصل شويه احداث ويعني مش عايز اقول عن دون قصد، بس بشكل او باخر بيخشوا في سكه المخدرات، والموضوع بيقعد يعلى 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 لغايه ما بيبقى مدمن هيروين. وبنشوف ده دمر ازاي حياته وحياه كل اللي حواليه يعني. فهي قضيه مهمه في الاخر. بس انا ما بفكرش في الحاجات دي بصراحه يعني دايما بنقول ان احنا متاخرين، ودايما بيقول انه يا جماعه ما كده ممكن ما نلحقش، بس سبحان الله هو احنا فعلا هي برشامه ليله الامتحان دايما بنقوم لاحقين في اخر لحظه. فيعني بس دي حته انا مش بشغل نفسي بيها قوي. دايما بحاول ان انا لما اخش الشغل ابقى مركز اكتر في اللي انا بعمله في دوري واسيب لكل واحد حتته يعني. آه بصي هقول لك على حاجه. هو في الاخر خالص انت بيحكمك ورق، والورق ده بيبقى فيه دور. الدور ده انت يا اما بتحس انه ممكن تعمل منه حاجه وتضيف له حاجه ويضيف لك حاجه، يا اما ما بتحسش بده. فانا يمكن ده دايما المقياس بتاعي يعني. بحاول ان انا دايما ابقى بعمل دور او بظهر بشكل انا شايف انه ممكن يبقى فيه اضافه ليا واقدر اضيف للدور اللي انا بعمله او للعمل اللي انا فيه. ده يمكن المعيار الرئيسي دايما بالنسبه لي يعني. بس. بصي يعني هي مغنيه بصراحه، انا مش مغني. أه لا انا ده كتابه يعني. انا منزل 3 اغاني كتابه مع شرنوبي، بس مش بغني او انا بأدي، لكن مش يعني موضوع الاغنيه دي وده. هي عرضت الفكره بصراحه اكتر من مره، لكن لسه ما مشيناش فيها يعني. بس انا مركز في حتتي بصراحه اكتر. الحمد لله زي الفل زي ما انت شايفه اهو كده. لا هي كانت تخفيله كده مش مش لطيفه شويه. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني عدت جدا 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 يومين، والحمد لله كنت زي الفل. الحمد لله. انا بصراحه ما كنتش عايز الخبر يتسرب خالص. هو للاسف اتسرب من داخل المستشفى. بس انا ما كنتش عايز الخبر يتسرب بصراحه. بس الحمد لله كان من نعمه ربنا ومن رحمه ربنا بيا انه على الرغم ان انا ما كنتش عايز ده، بس ده كان السبب في ان انا اشوف الحمد لله حب من ناس كتير جدا 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 جدا، ومعظمهم ما يعرفونيش شخصيا يعني. ما فيش سابق علاقه، ما فيش اي حاجه. ده بجد من نعم ربنا يعني، من اكبر نعم ربنا كمان. فكره الحب اللي بيتحط في قلوب الناس ناحيتك دي حاجه الواحد يحمد ربنا عليها ليل ونهار يعني. لا طبعا رنا حبيبتي واختي، وبتمنى لها هي ويسري دايما، لانه خطيبها اسمه يسري برضو. بتمنى لها. اعتقد انه عشان السيزون اللي احنا كنا شغالين فيه مسلسلين مع بعض يعني. هو دايما لانه اصل دي مش الاشاعه الوحيده اللي طلعت يعني. في اكتر من اشاعه طلعت على زمايل ليا برضو ان احنا فيها بينا علاقه او متجوزين او كده. اعتقد ده بيبقى ليه. لا ما بتضايقش من حاجه، لانه يعني ما اعرفش يعني. اصل في الاخر خالص الاشاعات بالذات في زمن السوشيال ميديا سهل قوي ان هي تطلع يعني. سهل قوي ان حد يقول حاجه فالناس تاخدها وتتناقلها لكن في الاخر خالص يعني الحمد لله ما فيش حاجه شفتها. حتى لما شفت وقت الوعكه خبر موتي يعني ما يعني تمام، ما اتاذيتش نفسيا قوي الحمد لله. اقول لها الف الف مبروك يا حبيبتي ليك انت ويسري، وربنا يا رب يسعدكم ويتمم لكم بخير دايما يا رب. حبيبتي يا اسراء تسلمي لي، ميرسي.